السلام عليكم حبيباتي حبابي، كنتمنى نلقاكم هذا الفيديو بصحة جيدة وبتمام الصحة. اعتذر على الغياب، السيمانة هذه ما حطيت لكم والو. وكنتمنى انكم تابوناو عندي في القناة وتفعلوا الجرس باش يوصلكم ديما الجديد، وتخليو لي كومونتير زوين، وديروا لي جيم وبارطاجيو هذا الفيديو باش تعمل فائدة. بسم الله على بركة الله. اليوم غنحضر معكم كيكة اقتصادية بمكونات بساط وكتجي لذيذة وهشيشه، بمكونات اللي متوفرين في كل بيت. عندي هنايا 4 البيضات متوسطين الحجم بحرارة المطبخ، وياغورت طبيعي بنكهة الفانيلا او بنكهة ديال الموز اللي بغيتو نتوما، ديروا النكهة اللي بغيتو بحرارة المطبخ كذلك. وعندي كاس ديال العنبه ديال زيت المائده، وكاس مع مرش ديال سكر سنيده، واحد الشاصي ديال سكر فاني، وجوج خمارات، دقيق الفرص مغربل. بسم الله على بركه الله. غادي نطحن السكر سنيده والبيض والزيت والشاصي ديال سكر فاني، غنطحنهم في مونينيكس. بالنسبه للبيض وهذا وياغورت طبيعي ضروري يكون في حرارة المطبخ، لان ديك الا كانوا باردين ما غاديش تطلع لك الكيكه، ما غاديش تنفخ مزيان. داكشي ضروري. وبالنسبه لي الا جبتيهم من الثلاجه، حطيهم فهكا، حطيهم في شي ما يكون دافي يدفاو شويه. من بعد نطحن المكونات مزيان تيتضاعف الحجم ديالهم، واللي الخليط ابيض بهذا الشكل. وغادي كبيته في هذا الاناء، ونضيف عليه غادي نضيف عليه المكونات اللي باقيين. واي مكون ضفته نحركه مزيان ينسجم مع الخليط. عاد نضيف المكون الثاني. هنا ضفت الياغورت طبيعي، نخلطه. عاد نضيف هكا الخمارات. ومكون اساسي كذلك نسيت ما صورتوش، هي الملحه. قبصه ديال الملح ضروريه في الكيكه، كتضيفوها كذلك في الاول مع المكونات اللي غادي تطحنوا في مونينيكس. صافي ضفت هنايا الخمارات، نحركهم كذلك. وغادي نضيف اهم مكون، هي ملعقه كبيره ديال الخل. والخل هو اللي كيعطي الهشاشه للكيكه. نخلطو. غادي نضيف معكم الدقيق شويه بشويه باش تعرفوا الكميه اللي كفاتني. وضروري الدقيق ما خاصك ضروري نضيفوه غير شويه بشويه، ما يمكنش نضيفوا الكميه، ما خاصكمش تضيفوا الدقيق دقه واحده باش تعرفوا الخليط واش بارك عليه ولا مازال. هنايا احتاجيت كفاتني 2.5 كيسان ديال العنبه ديال الدقيق. واي كاس ضفتو كنحركو مزيان تيدخل ليا الدقيق مع المكونات كاملين. كما كتلاحظوا كيجي الخليط بهذا الشكل، ما كيكونش جاري بزاف وما كيكونش ثقيل، كيكون فاش كنهزو هكا كيكون كيجي خيط، ما يتقطعش. الا تقطع يعني انه الخليط جاري، خاصو شويه ديال الدقيق، او انه ثقيل. وإلا كان ثقيل كتجي الكيكه قاصحه. وكذلك الا كان الخليط سائل بزاف ما كتجيش الكيكه زوينه. ضروري يكون الخليط بهذا القوام، كيما هكا فاش كنهزوه يكون كينزل على شكل خيط، ما يتقطعش. من بعد شعلت على الفران، شعلت عليه من الفوق والتحت باش يسخن. وخديت المول دهنته بزيت المائده، وغادي دهنته مزيان، وغادي نرشوه بالدقيق مزيان باش ما تلصقش ليا فيه الكيكه. كما كتلاحظوا من بعد ما دهنته ورشيته بالدقيق مزيان. غادي نكب الكيكه في هذا المول. وهذه اهم خطوه كذلك، ضروري اننا نهزو يدينا في هذه المرحله باش يدخل الهواء مع الكيكه. ومن بعد هذه المرحله، من بعد ما سخن الفران، طفيت على الفوق وخليت غير تحت اللي شعل، ودخلت الكيكه ديالي حطيتها في الوسط.
وتقريبا 40 دقيقة. وتأكدت بلي أنها طايبة بالموس، دخلته في الوسط ديالها ملي ما الا ما هزش ليك العجين، اذا ان الكيكه ديالك طايبه. ولكن الا هز العجين، اذا انها الكيكه باقا خاصها طياب. صافي، من بعد ما طابت، طفيت على التحت وشعلت على الفوق. على الفوق خليتها تحمر تقريبا 5 دقائق، اذا في المجموع 45 دقيقه. بمقارنه الى كان حيتاش خدات ليا 45 دقيقه حيتاش الفران ما كانش سخون بزاف. اما الا كان الفران سخون بزاف، يعني انه تكفي 30 دقيقه تقريبا حتى 35 دقيقه. صافي، من بعد ما طابت خرجتها، خليتها تبردات، ودرتها قلبتها كما كتلاحظوا في هذا التبصيل، ودهنتها بمربى المشمش، وزوقتها بفيرميسيل. بالنسبه للتزيين، زوقوها باللي بغيتو نتوما. وهنايا كتجي هشيشه ولذيذه بزاف. هنايا تمسح ليا المقطع اللي صورت فيه، اللي قطعت فيها الكيكه وصورت فيه الداخل ديالها. جات هشيشه بزاف ولذيذه.